بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دي قناة تايم سبورت اللي هي التردد الأرضي، تايم سبورت الأرضية، تايم سبورت الأرضية. عشان تيجي معاك القناة هدية تايم سبورت الأرضية وتقدر تتابع عليها البطولات والماتشات اللي بتتذاع على التردد الأرضي، لازم الشاشة بتاعتك تكون بتدعم خاصية البث الأرضي الرقمي، خاصية البث الأرضي الرقمي يكون مكتوب عليها دي تي 2 دي تي 2. الشاشه يكون مكتوب عليها دي تي 2، ولازم الشاشه يكون فيها المدخل بتاع الار اف اللي هو ايه، مدخل الاريال اللي زي ده. تابع معايا وخليك معايا. ده المدخل بتاع الاريال، ده اللي بيخش فيه الاريال. لازم الشاشه بتاعتك تكون بتدعم، تكون فيها المدخل ده لازم الشاشه تكون فيها المدخل ده اللي هو ده، عشان تقدر تخش تدخل فيها الايه، الاريال، سلك الاريال ده. تمام. لو الشاشه بتاعتك ما فيهاش المدخل ده يبقى مش هتنفع تجيب البث الارضي الرقمي. لو الشاشه مش موجود فيها المدخل ده يبقى مش هتنفع تجيب البث الارضي الرقمي. بالنسبه برضو للريسيفر بتاع البث الارضي الرقمي، انا هوري لك برضو الريسيفر بتاع البث الارضي الرقمي. تمام. انا هوري لك الريسيفر بتاع البث الارضي الرقمي. ده طبعا ريسيفر البث الارضي الرقمي اهو، لازم يكون مكتوب عليه هنا دي في بي تي 2، دي في بي تي 2. وسيبك من الكلمه، المهم يكون فيها الريسيفر، يكون فيه المدخل بتاع الاريال ده اللي هو ده لازم يكون فيه المدخل ده. الريسيفر لازم يكون فيه المدخل اللي انت شايفه ده. لو الريسيفر ما فيهوش المدخل ده يبقى ده مش ريسيفر بس رقمي، يبقى ده مش ريسيفر بس رقمي ومش هتقدر تستقبل عليه القناه. لازم الريسيفر يكون فيه المدخل ده اللي هو بيخش فيه الاريال اهو. ده مثلا ايه، ده مثلا ده جاك الاريال اهو، مثلا بيخش هنا كده اهو اهو اهو. ده كده مثلا جاك الاريال واصل اهو في الايه، في الريسيفر. يبقى الريسيفر لو مش موجود فيه دي يبقى خلاص ده مش ريسيفر بس رقمي وريسيفر عادي. يبقى الشاشه لازم يكون فيها المدخل اللي زي ده، الشاشه يكون فيها المدخل اللي زي ده، والريسيفر يكون فيها المدخل اللي زي ده. كده تقدر تستقبل قناه تايم سبورت. بالنسبه بقى ايه للترددات، انا هقول لك دلوقتي على الترددات. خليك معايا وهسيب لك الترددات دي في صندوق الوصف بتاع الفيديو. شوف محافظتك ايه وادخل على الرابط، هتلاقي المحافظة اللي انت ساكن فيها، خد التردد واكتبه. لان انا ايه، مش هقدر اقول على الترددات كلها في الفيديو. انا هسيبها لك في صندوق الوصف، هتخش على الرابط هتلاقي الترددات مكتوبة في الموضوع اللي انا كاتبه. شوف محافظتك ايه واكتب التردد ونزله بالطريقه اللي انا هوريها لك دي. تابع معايا وخليك معايا. بالنسبه للشاشه، هو الشرح على الشاشه زي الشرح على الريسيفر، الاتنين واحد، ده زي ده. بالنسبه للشاشه هنخش على كلمه البث كده وادوس عليها واجيب كلمه اعدادات القنوات من الشاشه. والشاشه زي ما قلت لازم تكون الشاشه بتاعتك بتدعم البث الارضي الرقمي ومكتوب عليها دي تي 2 وفيها المدخل اللي انا وريته لك ده. لو الشاشه ما فيهاش المدخل يبقى انت ما تعملش اي حاجه، مش هتجيب حاجه. بعد كده هنخش على كلمه اعدادات القنوات دي واجيب كلمه الضبط اليدوي دي. في عندك ضبط رقمي وفي عندك تناظري. التناظري ده خلاص كان نظامه واتلغى، ما عادش منه، فانت هتخليك على كلمه الضبط الرقمي دي. بدوس على كلمه اوكي كده على الضبط الرقمي كده. ثواني علشان الريموت بيعلق. اهي باجي كده بعد ما دوست على الضبط الرقمي بجيب ايه كده اهي. دي مثلا هجيب اهي هنا
هنا بقول لك القناة، وهنا بقول لك التردد، وهنا النطاق، وهنا جودة الإشارة. طبعا القناة اللي هي ده اللي انت هتضيف فيها التردد، اللي انت هتضيف فيها التردد، اللي انت هتضيف فيها التردد. التردد دي برضه ممكن انت تقلب فيها كده برضه ايه، هتجيب معاك الترددات. لو انت ايه مش مستعجل، يعني مستعجل يبقى تكتب هنا التردد على طول. انا بالنسبه ليا مثلا هاجي هنا واروح جاي ايه ادوس عليها اوكي واكتب التردد 32. بالنسبه بقى للقاهره، انا هكلمك الاول عن القاهره. القناه موجوده على التردد 32 والتردد 36. تردد 32 والتردد 36. هكتب كده التردد 32 اهو 3 2 وادوس عليها اوكي. تمام. انا كتبت هنا التردد اهو. ثواني اوصل الاريال عشان هو ايه مش جايب اشاره اهي. هنا مش جايب اشاره، هوصل الاريال. كده وصلت الاريال، جاب ايه الاشاره. جوده الاشاره 100%. جوده الاشاره 100%. جوده الاشاره 100%. والتردد 32 وهنا التردد 562. انت لو انت مستعجل اكتب التردد هنا على طول، مش مستعجل قلب في الترددات هنا لغايه اما يظهر معاك ويجيب اشاره معاك. مستعجل بقى يبقى تكتب التردد هنا مباشر على طول. اكتب التردد 32 هتلاقيه جاب الاشاره معاك هنا. اعمل بحث هتنزل معاك القناه. خلاص. ده بالنسبه للقاهره. هنيجي بقى على اسكندريه. اسكندريه بقى يا سيدي موجوده على تردد 34 والتردد 27. تردد 34 والتردد 27. هتيجي هنا تكتب 34 او 27. هتجيب معاك الاشاره كده، هتعمل بحث هتنزل معاك القناه. تمام. بالنسبه للبحيره موجوده على التردد 38. يبقى البحيره موجوده على التردد 38. المحله موجوده على التردد 42. طنطا موجوده على التردد 45 والتردد 39. هسيب لك انا بقى ايه في صندوق الوصف كل الترددات دي مكتوبه، تشوف انت محافظتك ايه وتكتب الايه التردد بتاع محافظتك وتدخله هنا وتعمل بحث هيجيب لك القناه. تكتب التردد هنا وتعمل بحث يجيب لك القناه. اهم شيء يكون عن جوده الاشاره كده ايه جايه معاك مظبوط. وده طبعا على حسب الاريال وعلى حسب المكان اللي انت موجود فيه. واهم شيء تكون الشاشه بتدعم البث الارضي الرقمي. الشاشه بالنسبه بقى للتلفزيونات القديمه والكلام ده ما بيجيبش قناه تايم سبورت نهائي ولا فيه بث رقمي. الناس اللي هي بتسأل عن التلفزيونات القديمه، تلفزيون ابو كرش والكلام ده كله، ده مش موجود ايه فيه التردد البث الرقمي ده موجود فيه التردد التناظري ده، وده خلاص ايه كان نظام واتلغى ما عادش منه. اللي موجود دلوقتي اللي هو البث الارضي الرقمي، وده موجود في كل الشاشات الجديده. يعني مثلا شاشات سامسونج ال جي كل ده موجود فيها البث الارضي الرقمي. شاشتك ما فيهاش بقى امكانيه يبقى تجيب الريسيفر البث الارضي الرقمي ده. ريسيفر البث الارضي الرقمي نفس النظام برضو ايه هيجيب لك القناه وهيشغلها لك 100 100 قدامك. تمام. الموضوع كله سهل وبسيط ومش محتاج وقت ولا اي حاجه. هتدخل هنا التردد وهتعمل بحث هيجي لك القناه. واهم شيء تكون الشاشه بتدعم والكلام اللي احنا ايه قلناه ده كان الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناه واستنونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.